السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ ودايما ان شاء الله بخير. النهارده ان شاء الله هنكلمكم عن فيديو كنا وريناه لحضراتكم قبل كده، لكن النهارده بالتفصيل اكتر عن الكفرات او واقي المرتبة الووتر بروف، اللي بيطلق عليه خامة البي في سي. خامة البي في سي دي العازلة تماما للسوائل، سواء كانت مية باردة أو مية ساخنة. احنا طبعا دلوقتي ما بنشتغلش غير في المنتج، أنظف منتجات. أي منتج أنا بتعامل بيه أو بقدمه للعملاء دايما رقم واحد عندي، أو أولوياتي رقم واحد هو إن أنا أقدم أفضل منتج ممكن في الأسواق. الكفرات أو الواقي المرتبة هنتكلم عنها عامة. الأول شكلها بيبقى عامل إزاي، وبعدين هوري حضراتكم ما هو المنتج، انظف منتج او انظف جوده ممكنه، مع منتج متوسط الجوده، عشان حضراتكم تبقوا شايفين الجوده العاليه والجوده المتوسطه. حقيقه انا لا اعمل الا في المنتج العالي الجوده، لكن اوري حضراتكم كمان المنتج المتوسط الجوده، واوريكم ايه الفروقات فيه وازاي تعرفوا تفرقوا. اولا هوري حضراتكم شكل المنتج او شكل الكفر او واقي المرتبه بيبقى شكله ازاي وكيف يعمل. ده كفر لسه طالع من الكيسه بتاعته حالا، او واقي مرتبه. بيبقى عباره عن جزئين. الجزء الاول او الجزء العلوي زي ما حضراتكم شايفين، دي الخامه الخارجيه اللي بتبقى باينه من تحت الملايه على طول، اللي هي شبه خامه الفوطه. طبعا الخامه دي رقيقه، يعني ماهيش خامه تقيله او بتفرول، لا، دي خامه بتبقى رقيقه جدا. ده اللي هو بيبقى انضف نوع وانضف شيء. من فوق بيبقى فيه جزء كمان في الجانب بيبقى عباره عن شبه الملايه بالاستيك، كأن حضرتك ملايه على السرير باستيك من كل الجوانب داير ما يدور للمرتبه. شكل جانب، ده الجانب او ده جزء الاستيك بيبقى نازل من الجوانب، بيبقى منفصل لوحده زي ما حضراتكم شايفين. في كمان الجزء التاني معانا اللي بنتكلم عنه، وهو الجزء السفلي للكفر، اللي هو بيبقى مادة البي في سي. بي في سي خامة شبه الجلد، لكن ما تبقاش جلد، طبعا ما بتخرفش. وزي ما حضراتكم شايفين، انا اقرب لحضراتكم، دي بتبقى برضو ناعمة جدا. زي ما حضراتكم شايفين الخامة بتبقى ناعمة جدا. يبقى ثلاث اجزاء. الجزء الاول ده شكل الملاية بالاستيك. الجزء الجانبي اللي هو شبه ده الاستيك اللي بيركب فيه الاستيك زي ما حضراتكم شايفين. انا عايز اقرب لكم عشان تشوفوا الخامه على قد ما نقدر اهي. وده الجزء السفلي من الكفر، اللي هو عازل تماما وطبعا ما بيعملش صوت، خامه البي في سي. الكفرات طبعا كذا نوع، هوري حضراتكم دلوقتي كذا نوع ليهم، لكن احنا بنوري حضراتكم الشكل الامثل وطبعا الانضف دلوقتي للكفرات. الكفرات ليها ثلاث وظائف. الوظيفه الاولى ان هو يتشال يتغسل، طبعا ده واقي المرتبه بيحميها. كل ما يتغسل، بدل ما المرتبه تتغسل بنغسل الواقي المرتبه. بس طبعا في تعليمات مهمه للاستخدام او الغسيل، ان ده كفر واقي مرتبه. مفيش مشكله ان حضرتك تغسله بالطرق العاديه، لكن عشان تحافظ عليه اطول فتره ممكنه، عشان ما يحصلوش اي حاجه لا قدر الله، ان حضرتك بتحطه او بتنقعه في طبق فقط، مش من غير لا عصر ومن غير حراره نهائي. ليه بقى؟ لان ده وجهه نظري الشخصيه، ده جزء شبه الجلد وجزء شبه القماش، لو اتعرض لحراره واحد هيكش او واحد هيسيح وواحد مش هيسيح، وبالتالي هينتهي امر الكفر. ده اول حاجه. الحاجه الثانيه كمان ان العصر نفس الكلام، هتعصر جلد وهتعصر قماش، كل ده هيبوظ، ممكن يبوظ من الكفرات او يؤدي الى ان الكفر عمره ينتهي بسرعه. حضرتك هتغسله وتسيبه من غير عصر ومن غير حراره، وتشيله تنشره، يبقى كويس جدا ويستخدم تاني عادي. الحاجه التانيه معانا هو ان ما يزحلقش الملايه. دايما خامه في بعض او كثير من الاحيان خامه المرتبه نفسها بتزحلق الملايه، كل ما تحط المرتبه تتزحلق، وبالتالي وظيفته هي تمنع انزلاق الملايه من على المرتبه، عشان هو يبقى يعني بيبقى اخشن شويه من خامه الايه، المرتبه. دي وظيفتين مهمين. ليه وظيفه ثالثه معانا، اللي هي طبعا معمول ليها ان هو يمنع اي سوائل تقع على المرتبه، سواء ساقعه او ساخنه، بيمنعها تماما من الوصول للمرتبه وبالتالي بيحميها. طيب هوري حضراتكم دلوقتي كفرين، واحد الخامه نظيفه وواحد خامه متوسطه الجوده،
عشان حضراتكم ده برضه تبقوا شايفين الخامه النظيفه والخامه المتوسطه الجوده. هنبدا مع بعض بالخامه النظيفه اللي احنا لسه شارحينها لحضراتكم. دي الخامه العلويه زي ما حضراتكم شايفين، ما بتتهرولش ولا اي حاجه. دي شكل ده شكل الايه الكفر من بره من الخارج، عشان تبقوا حضراتكم شايفين خامه رقيقه خالص شبه خامه الفوطه. الخامه المتوسطه من بره بيبقى شكلها كده زي ما حضراتكم شايفين. خامه اهي برده كويسه، لكن دي متوسطه ممكن مع الوقت تفرول، وده شبه الفوطه زي ما حضراتكم شايفين برده خامه الفوطه، لكن تحس ان فيها شعيرات او زي الشعر كده. جميل. الخامه من جوه خامه من جوه زي ما قلت لحضراتكم برده، دي الخامه النظيفه زي ما حضراتكم شايفين، تبقى خامه رقيقه جدا نفس الكلام برده، وما بتعملش اي صوت مع الخارج مع الحركه الكتير، ما بتعملش صوت، ما هيش مشمعه، جلد اقرب الى الجلد وملس ناعمه خالص. الجلد متوسط النعومه زي ما حضراتكم شايفين، تحس ان فيه مربعات داخله ببعض كده، ما تحسش انه ناعم زي التاني، تحس ان هو في مربعات متداخله كده. شوفوا حضراتكم خامه اهي برضه دي جيده، لكن مش بجوده التانيه طبعا. واحنا هنا غرضنا طبعا ان احنا نوري حضراتكم ايه المنتج النظيف وايه المنتج المتوسط، وحضرتك لك حريه الاختيار. طبعا الكفرات دي بتبقى ليها اسعار، عشان لما حضرتك حد يقول لك سعر كفر او واقي مرتبه سعره منخفض قوي، تاكد الاول من جودته وخامته، لان ممكن جدا يبقى مش افضل جوده، وممكن يبقى كويس بس على قد ثمنه، وبالتالي حضرتك في فروق في كل شيء. ممكن يبقى العلبه شكلها حلو قوي، تيجي تفتح الكفر تلاقيه حاجه من جوه مش كويس. طبعا في كمان اسوأ من اللي انا وريته لحضراتكم، لكن احنا بنوري حضراتكم افضل جوده والخامه المتوسطه. في كمان حاجات اقل من كده بكتير، واكيد هيبان مع حضرتك. مجرد ما تمسكه ده هيبقى باين جدا ان هو اقل كمان. شكرا لحضراتكم، يا رب تكونوا استفدتم. سنراكم قريبا، السلام عليكم. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وفولو على صفحاتنا على الفيسبوك واليوتيوب، لان معظم الناس اللي بتشوفنا ما بتعملناش لا لايك ولا فولو على صفحاتنا. شكرا لحضراتكم، يشرفنا دائما دعمكم. نراكم قريبا، السلام عليكم. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وفولو على صفحاتنا على اليوتيوب والفيسبوك. على اليوتيوب توكيل مراتب ينسم بدمياط، وعلى الفيسبوك توكيل مراتب ينسم دمياط. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم.